ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قاعده زهقانه قوي ومش عارفه اعمل لكم فيديو ايه، وعماله بفكر اعمل لكم فيديو ايه، اعمل ايه. فقلت خلاص انا اشوف حاجه انا محتاجاها وايه وننفذها سوا مع بعض. فقلت انا محتاجه مقلمه، انا كنت عايزه اعمل مقلمه يكون شكلها مختلف وجديد. فقلت خلاص نخش كده على اليوتيوب نعمل شوية سيرش نشوف هنعمل ايه. فدخلت نكتب هنا كده مع بعض ليزر بنسل كيس. في دي وفي دي وفي دي كلهم شكلهم، وفي دي بتاعت قلم واحد. حسيت شكلهم عادي قوي. دي نعمل حاجة مختلفة. اوبس، بصوا بقى لقيت دي، بصوا شكلها حلو ازاي ومختلف طيب نتفرج على الفيديو هنا. ننزل نشوف في باترون فري ولا مفيش. نخش على الويب، سوري not available. نخش على الويب سايت ده، مفيش باترون. نخش على ده، مفيش باترون. اوكي خلاص، هما تقريبا كان في باترون واتشال لان بيقول لي ان هو unavailable now. بصوا انا لقيت ده، شكله عجبني اكتر واسهل بصراحة. حاسه شكله اسهل كده. انا بص كده نون مفيش برضو. اوكي اهو الباترون. استنوا نرجعه كده ونعمل له سكرين شوت نشوف الاجزاء بتاعته. ارجع شوية اهي. الاجزاء بتاعته هو طبعا مش مكتوب عليها مقاسات ولا حاجة، طبعا مش لاقيين الباترون، فاحنا هنحاول ايه بالسنس كده. هو بيقول برودكت سايز 22 سنتي، والديامتر بتاعته 5.5 سنتي. فاحنا هنجيب الاجزاء دي ومعانا المقاس ده ونبتدي ايه ننسبها مع بعض. يلا بينا بقى كده سوا نروح نعمل الباترون. احنا عملت سكرين شوت للصورة ونحاول ننسبها كده ونشتغلها مع بعض. اوكي انا ما عنديش مقاسات وما فيش تسال على البي دي اف. على فكره انا ما بشتغلش بالبي دي اف غير قليل قوي قوي قوي. انا معظم الباترونات انا عاملاها بايدي وبنفس الطريقه اللي انا كنت بطلع معاكم في الفيديو. ففعلا انا ما بشتغلش بالبي دي اف غير قليل قوي. فامشوا معايا بالخطوات وانتوا هتعرفوا تعملوا الباترون. بصوا وانا جيت ارسم الباترون قلت اما ارسمه الاول كده واظبطه وبعد كده اطلع اقول لكم المقاسات. خدت بالي ان هم محطوط على الكاتنج بورد، والكاتنج بورد دي متقسمه 1 سنتي. كل اللي احنا هنعمله ان احنا ايه هنعد المربعات. يعني مثلا في المربع اللي فوق دول انا عديت المربع لقيتهم 16 مربع في 15، يعني 16 سنتي في 15. واللي تحت دي نفس النظام تقريبا في 5 أو 6، هي مش باينه قوي. واللي هي النص دايره دي 13 سنتي في 4. والدايره اللي على بعضها اللي هي الكفر عباره عن 6 سنتي محطوطه على الكاتنج بورد. فاحنا كل اللي انا عملته ان انا ايه عديتهم. تمام. فدي طريقه لو انتوا مثلا عجبكم فيديو لقيتهم حاطينه على الكاتنج بورد وانتوا مش عارفين تجيبوا الباترن بتاعه الباترون، يعني تعدوا المربعات وتعرفوا هو كام سنتي. يلا بينا بقى نبتدي الفيديو. المقاسات اهي اللي طلعتها من على الصورة. مربع 15 في 16، دايرة 6 سنتي. البتاع الطويلة اللي هتلف حوالين الدايرة 16، وبعد كده دي 13 في 4. والدايرة الطويلة دي 22. التطويل الطويل ده 22 في سنتي. لو هنركب كبسولة، لو هنركب ماجنتيك ممكن نعرضه شوية ونخليه 3 أو 4 سنتي على حسب الماجنتيك بتاعتنا كبيرة ولا صغنونة. ودول هيبقوا 2 اللي هم هيتركبوا كده. ماشي، هتبقى 2 سنتي في 1 سنتي، او ممكن نعملها في 2 سنتي يعني عادي. دي المقاسات اللي طلعناها من على الكاتنج بورد. ناقص اللي هي الحته دي نسيت اطلع مقاسها من على الكاتنج بورد. فدي حوالي 2 سنتي ونص، دي 4 ونص. نبتدي نقص الباترون. انا بشتغل على الكانسون متطبق. ماشي، فهي دلوقتي هتبقى مقاسها 16 في 15، نصها 8. يبقى هنعمل 8 في 15. 8 في ايه في 15. اوكي. بعد كده هنيجي نعمل الدايرة. مش لاقيه البرجل، فهنفتح برجل العلامة دي على 3 سنتي نص 6 ونقف هنا كده.
نثبت البرجل كده. دي دايرة 6 سنتي. اوكي ماشي. احنا كده عملنا دي وعملنا دي، وبعد كده عندنا ده 16 في 6. ده انا اقصه على الجلد على طول، اللي هو ال1 سنتي ده. ماشي. هاخد حتة كده من على زي ما بنقص الحزام كده. ماشي. ده هقصه على الجلد على طول. ودول برضو اللي هي 2 في 1 دول هقصهم على الجلد على طول. دي عبارة عن 13 في 4. 13 نصها 6.5. تمام. هنعمل كده على برجل العلامة 6.5، ونعمل كده. تمام. دي النقطة اللي احنا عملناها. انا شايفة الخط ماشي اهو، بصمهولكوا. هو برجل العلامة عمل حفرة كده، فانا ايه ماشية في الحفرة دي. اللي في النص دي تقريبا حوالي 4، يعني نصها 2. برجل العلامة هناخد 2 سنتي. انا بحاول ارسمها يعني بعمل الكيرف كده بالحب. المفروض ان هي دي 13. بصوا انا رسمتها كده بالحب. ماشي. لو فيها بقى اي تعديلات نبقى نحاول نظبطها. ماشي. حاسه ان دي محتاجه ان هي تتكرر اكتر. ماشي. واحنا بنشتغل بقى هيبان التعديلات. هي بس دي ارخم حته. تمام. يعني عملتها كده بالحب، وهنشوف لو فيها اي تعديل نظبطه سوا. تمام. يبقى احنا كده عملنا، راجع معاكم بقى تاني الحاجات اللي احنا عملناها. يبقى احنا كده عملنا الجزء ده. تمام. والدايره والبتاع المستطيله والنص كيرف دي المثلثه دي هعملها. وبعد كده لما اظبط دي الاول هقوم عامله دي على اساسها واظبط لكم المقاس بتاعها. والشريطه دي قلنا هنقصها على الجلد، ودي قلنا هنقصها على الجلد على طول. كده ايه عملنا الباترون مع بعض. يلا هقصه وارجع لكم تاني. ماشي. الكيرف ده بقى نقوم طالعين ايه نص سنتي لورا كده. تقوم عامله بقى كده زي مثلث البيتزا كده. عشان دي كده هتدخل جوا دي كده. تمام. عشان الخياطه. ماشي اهي. اوكي. يا ريت تكونوا فهمتوا ازاي بنعمل الباترون، وان الموضوع يكون سهل ومش معقد. تمام. كده ظبطنا الباترون اهو. القطعه بتاعت الباترون معانا اهو. يلا بينا نقصهم على الجلد ونرجع مع بعض تاني. بصوا كده بعد ما قصيت الجلد. طبعا اللي مستغرب الالوان العشوائيه دي، شوف الفيديو اللي قبل اللي فات وانتوا هتعرفوا الالوان دي طلعت بناء عن ايه. فانا قصيتهم كده زي ما وريتكم في الباترون. يلا بينا نخيطهم سوا ونشوف. بصوا هنخيط دي في دي. اوكي. اللي هي الخياطه العاديه البيزك بتاعتنا خالص. نسيب اول خرم من هنا واول خرم من هنا. تمام. وهنبتدي من التاني. هنا بنبتدي من الاول، وهنا هنبتدي من التاني. تمام. بس وهنخيط عادي جدا ونشد كويس واحنا ايه بنخيط. هخلصها وارجع لكم. دي اللي هو الجسم بتاع المقلمة. انا برضو عملته نصين. تمام. احنا ممكن تعملوه لون واحد، ممكن تقسموه مستطيلات كده تعملوه كذا لون. ده اللي هو الجسم بتاع القلم الرصاص بتاع المقلمة. هخيطه كده. هيبقى ده اللي فوق. وبرضو هنخيطه بالخياطة العادية خالص. ماشي اهو. كده نشوف هنعمل ايه تاني. هخلص دي بنفس الطريقة كده وارجع لكم تاني. بصوا شكلها خد شكل الكيرف ازاي. بس انا لما وصلت للاخر اكتشفت ان دي طلعت اكبر من دي. الحمد لله ان هي طلعت اكبر عشان نقص زيادة. لو كانت طلعت اصغر كانت هتبقى مشكلة، كنا عدناها من الاول تاني. بس انا خيطت دي كده خلاص خلصتها. هنعمل بقى الغطا. بصوا نفس الطريقة عادي جدا.
الازرق ده هو اللي هيبقى فوق. اوكي، وهنخيط عادي وهي هتلف معانا. بصوا شايفين ابتدت تلف ازاي؟ نخلصها وهنقلبها. بصوا اهي، نقلبها بقى. تمام اهي، عايزه بس ايه تتظبط كده ويتدق عليها. هي بقى هتتظبط لما دي كمان تتقفل كده، هتتظبط الدايره بتاعتها كويس، عشان بس هي ايه لسه ما عملناش الدور التاني، لسه بقى ايه هنقفل دي على دي كده. ناقص ان احنا نخيط دي كده في دي، ودي برضو في دي كده نفس النظام من جوه كده، ندخل دي كده من جوه. ماشي، ايه عاملين بقى كده. اوكي، عايزينها تبقى ملفوفة لبره كده. ماشي اهي، شايفين؟ تمام، نخليها بس ايه عشان دي في الاول هنخليها 2. ماشي بعد كده وبعد كده ايه بصوا، عشان لما نلف كده هنعمل في التانية ونطلعها من التالتة. يعني بصوا هنقفل كده هنا كده، وبعد كده نطلعها من دي تاني. ركزوا معايا اهي، هنطلع من دي، مش هنطلع بقى منها، لا هنطلع من اللي ايه من اللي بعديها ده على دي كده، عشان ايه تبقى مفرودة ما يبقوش اوفرلاب على بعض. تمام، تمام. هنعمل كده بقى لغاية لما نخلصها، وبعد كده هنعمل برضو نفس اللي احنا عملناه ده هنا، ودي هنركبها هنا كده واحنا بنخيط. اوكي، يعني مثلا ما نوصل لكده في الربع الاخراني او في التلت الاخراني كده في الجزء ده، هثبت دي من ضمن الخياطة. اوكي، فهشتغل شويه كده وبنفس الطريقه وارجع لكم تاني. بصوا وصلنا لايه. ركبت خيطت دي اوكي اهي كده بعد ما خلصت، وركبنا دي تمام وخيطنا دي. طبعا المفروض انا ما كنتش خرمت هنا بس انا ما خدتش بالي وقشطه، يعني دي مقلمتي واعمل اللي انا عايزاه. بس انتوا لو هتعملوها عشان تبيعوها ما تخرموش فوق، يعني خرموا بالثلاث جهات بس. انا بس عشان ايه ما كنتش مركزه. تمام، بس انتوا خدوا بالكم كويس قوي. عايزين بقى نقص الحاجات دي ونحرقها بالولاعه. نحطها هنا كده، نحطها نخرمها كده ونخرمها كده ايه ونخيطها هنا كده. اوكي جميل، خلصتها اهي. نصيحة خلوا دي حتة على بعضها، بلاش النصين دول. اوكي، عشان بصي عاملة بوزة كده وبتبقى رخمة في الايه في التركيب يعني. اوكي بس قشطة، يعني انها ما كلمتش جديدة. اوكي كده بس. ممكن نركب هنا كبسونة او كليبسة طبعا، بس انا عشان الخياطة مش هعرف اركب حاجة، هتكون افضل بكتير. بس انا بالنسبة لي كده هي حلوة قوي ومش بتفك على فكرة، جامدة يعني. حتى لو ما عملناش دي هي كده كده مش بتفك. بس بالمناسبة دي كانت عشان قلت هقول في اخر الفيديو، كان فيديو الصبغات، كان بواقي جلد وكنت عاملة بيها صبغات، وبعد كده لقيت ان المقاس بتاعهم مناسب فقمت عاملة بيهم المقلمة. بس هو ما كانش فيه مربع على بعضه نفس المقاس، فعشان كده عملتهم نصين. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اكتبوا لي رايكم ايه تحت في الكومنتات، لما تنفذوها تبقى تبعتولي فرجوني انتاجاتكم كده وحاجاتكم الحلوه. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.